السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فقرة اليوم من أخبار فريق الرجاء الرياضي. وما تنسوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد أخبار فريق الرجاء الرياضي. نبداو أخبار فريق الرجاء الرياضي بأول خبر. مهاجم كاميروني قريب من التعاقد مع الرجاء الرياضي. أجرى المهاجم الكاميروني كيفين سوني صباح يوم أمس الخميس فحوصات طبية في أفق توقيعه الفريق الرجاء الرياضي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ومن المرتقب أن يأخذ المهاجم الكاميروني صباح اليوم فحوص دقيقة ليتمكن من توقيع في صفوف فريق الرجاء الرياضي في حال كانت النتائج إيجابية. وسبق للاعب الكاميروني كيفين سوني أن حمل قميص بوردو الفرنسي وباو الفرنسي وجيرونا الإسباني وإسبانيول الإسباني وفياريال الإسباني وسيلتا فيغو الإسباني وهاتي سبورت التركي. بيراميدز المصري وفريق في الدوري القبرصي يزدادان على الرجاء في صفقة موهوب. توصل فريق الفتح الرباطي بعرضين رسميين للاعب المهدي موهوب إلى جانب العرض المقدم من فريق الرجاء الرياضي. وعرض فريق بيراميدز المصري مبلغا يقدر 320 مليون سنتيم للتعاقد مع موهوب، بينما عرض فريق نيقوسيا القبرصي مبلغ يقدر 350 مليون سنتيم من ضمه. وصعب الفريقين مهمة تعاقد الرجاء الرياضي مع موهوب على اعتبار أن العرض المالي للفريق الأخضر لا يتجاوز 280 مليون سنتيم. ويصر اللاعب على الانتقال إلى الرجاء الرياضي، الأمر الذي ضيع عليه فرصة الاحتراف بالدوري السويدي بعدما سحب الفريق الذي كان يرغب في التعاقد معه عرضه بسبب تأخر الفتح في الرد على الصفقة. ويتدارس مسؤول الفتح الرباطي بعروض الثلاثة التي توصل بها اللاعب من الأندية المذكورة لحسم مستقبل موهوب، علما أن الأخير متشبث بالانتقال إلى الرجاء، بينما يفضل الفتح الرباطي اختيار العرض المالي الأفضل احتراما لمصلحة النادي. ويتوقع أن يرفع فريق الرجاء الرياضي عرضه للتعاقد مع المهدي موهوب في حال لم ينجح في ضم المهاجم الجديد. إقبال ضعيف على بطاقة الاشتراك الخاصة بالجماهير الرجاء الرياضي. سجل المكتب مسير فريق الرجاء الرياضي إقبالا ضعيفا من قبل جماهير النادي على اقتناء بطاقة المشجع الرجاوي التي اختارها مسير النادي للموسم الرياضي المقبل. كشف محمد بودريقة رئيس فريق الرجاء الرياضي عن عدد الجماهير الرجاوية التي قامت باقتناء بطاقة الاشتراك الخاصة الموسم الكروي الجديد. وأكد محمد بودريقة أن عدد البطاقات التي تم بيعها هي 60 بطاقة فقط بعد أيام عديدة من إطلاق هذه الخدمة للجماهير الرجاوية. وكان فريق الرجاء الرياضي قد حقق رقم قياسي في الموسم الماضي بعدما نجح في بيع ما يقارب 17,000 بطاقة اشتراك تم بيعها عبر موقع غيشي بوائما الذي اعتادت الجماهير الرجاء على زيارتها بشكل دائم لاقتناء تذاكر مبارياتها سواء بالدوري الاحترافي أو عصبة أبطال إفريقيا. ووجد المكتب مسير نفسه في ورطة كبيرة، خاصة أنه لم يحسن ترويج لبطائقه الجديدة، كما أنه لم يبقى على الأثمنة المتفق عليها مع إدارة الفريق حسب بيانها الرسمي، وقرر طرحها في موقع جديد للبيع ب1000 درهم بدلا من 700 درهم. بعد زكريا الهابطي، الجيش الملكي يخطط لاقتناص رجاوي جديد في الميركاتو الصيفي. اقترب الجيش الملكي من التعاقد مع جمال حركاس من الرجاء الرياضي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية، وحسب مصادر مطلعة فإن بعد زكريا الهابطي فيستعد الفريق العسكري إلى التعاقد مع حركاس الذي يعيش وضعية صعبة داخل نادي الرجاء الرياضي. ومن المقرر أن تشاهد الأيام القليلة المقبلة إغلاق الصفقة. وكان محمد بودريقة قد أكد في تصريحات سابقة بأن جمال حركاس يدعي الإصابة وأن مكانته لم تعد موجودة داخل الفريق الأخضر، ويطالب حركاس بالتوصل بمستحقاته العالقة بذمة فريق الرجاء الرياضي. العصبة الاحترافية تفحص عن حكام الدورة الأولى من البطولة الاحترافية. أفصحت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية مساء يوم أمس الخميس عن أسماء الحكام الذي تم تعيينهم لقيادة مباريات الدورة الأولى من الدوري الاحترافي الموسم 2023-2024. وعينت مديرية التحكيم الحكم جلال جيد حكم المباراة الافتتاحية التي ستجمع المغرب الفاسي وضيفه المغرب تطواني بمساعدة مصطفى أكركاد والستار عصام والزين العلوي منصيف حكم الغرفة الفار. والرخيص عبد الرحيم حكم المباراة أولمبيك أسفي وضيفي حسنية أكادير.
ومصطفى الكشاف حكم الغرفة الفار، والحكم عاطفي سليمان لقيادة مباراة اتحاد تورقة ونهضة الزمامرة، وبوسليم ياسين حكم الغرفة الفار. وتم تعيين الحكم يوسف التريكي لمباراة اتحاد طنجة وضيفي شباب السوالم، وهشام التمساماني حكم الغرفة الفار. وسيدير مباراة يوسف يد برشيد وضيفه الرجاء الرياضي الحكم محمد الحويدر، وبشرى القربوبي حكمة الغرفة الفار. فيما سيقود حمزة الفارق مباراة الديربي الشرق بين نهضة بركان ومولودية الوجدة، وسامر القزات في غرفة الفار. رسميا مركب محمد الخامس متاح لمباريات الرجاء والوداد. أصبح المركب الرياضي محمد الخامس متاح لاستقبال مباريات الرجاء والوداد الرياضيين خلال الموسم الرياضي الجديد. وكان قد تقرر إغلاق أبواب محمد الخامس، شأنها شأن مجموعة من الملاعب الوطنية الكبرى، على غرار ملعب مولاي عبد الله بالرباط وملعب طنجة الكبير، وذلك لإعادة إصلاحهما تأهبا لتنظيم كأس إفريقيا 2025. وتم اتخاذ قرار إغلاق دونور بعد مشاورات عدة، وكذلك الاستقرار على ملعب بإمكان تعويضه لاحتضان مباريات الرجاء والوداد.